ماشي اتفضل يا حاج. واقول لك على الزباله اللي على الجناد ديت وكل ده، جت الكراكه نيلتها اكتر، بقت تجيب الزباله وتحطها في النص. شركات الزباله. ايوه، تطهير تبع الري. مم. يعني واخدين فلوس وما طهرهاش، جابوا النص في الجنب وهنا في الجنب وخلاص. ادي شركه الميه، يعني اللي كان الكراكه اللي بتنضف تبع شركه الميه. بنشرب منها في الاخر الميه دي. معناها ان احنا بنشرب للاسف من الميه. الناس اللي قاعده يمكن بتجيلها ميه معدنيه مش حاسه بالميه دي، الغلابه اللي بتشرب منها. زباله هنا في الجناب وزباله من هنا، وقاعدين بيمروا وكله بيمشوا بعض والدنيا ماشيه وخلاص. في شركات، الغلبان هو اللي بيقع. وفي شركات زباله بترمي ايوه، بينضفوا الشارع وبيرموا في الجناب. بص حضرتك، تعال بص كده الزباله على المنظر ده. تعال. حتى اللي بيكنس الشارع بيرمي زباله. بقول لحضرتك اللي بيكنس الشارع بيرمي الزباله في الجناب. بص من الجنبين، كل واحده معاها كيس زباله بتيجي راميها وماشيه. فين بقى الناس اللي بتمر على الميه دي؟ مش موجودين. حتى النظافه الكراكه اللي بتنظف ما عادتش بتيجي، جت ورمت اللي في النص في الجناب وخلاص على كده. وفي امان دلوقتي ولا مفيش امان زي امان في ايه؟ في الميه؟ في الميه وفي الاماكن. الدنيا كلها انت شايف، الامان من عند ربنا. والله يا ولد الامان ده من عند ربنا يا باشا. ربنا يسترها مع الناس الغلابه بس، عشان هي اللي بتقع في الميه دي. التانيين دلوقتي بيشربوا ميه معدنيه وقاعدين في المكاتب مش حاسين بحاجه. يجي واحد يمر المحموديه تمام، من اول العوائد لحجر النوتيه زباله من الجنبين. يعني ميه، عشان كده الناس بيجي لها فشل اللهم احفظنا وقرف من الميه. فشل كلوي وامراض. الميه انت تفتح الحنفيات دلوقتي تلاقي الرواسب نازله. هات ازازه كده واملاها وحطها في الثلاجه وحط واحده على طول. شوف بتاع الثلاجه مع السقايه تلاقي الميه الرواسب في تحت الازازه من تحت. طب ما عندكش اي حلول ولا اقتراحات لحل المشكله دي؟ بقى ربنا، هو في حد بيفك مشكله في الميه بالذات؟ كلفوا على المحموديه لو عايزين يفكوا المشكله يشوفوا المحموديه ويبصوا عليها. صح ولا لا؟ طبعا الميه دي، والغلبان هو اللي دافع الثمن في البلد. انا عندي بنت بتقول لي عندي محاضره، انا عايز اروح اشوف الميه، قلت لها من غير ما تشوفيها. قلت لها من غير ما تشوفيها، روح بلغ عنها وخلاص. ربنا يسترها بقى.